طبعا اكيد سمعت عن الار او اي. انا جاي اقول لك ايه هو الار او اي وازاي تحسبه. الار او اي ببساطه هي معادله حسابيه عن نسبه العائد اللي هتحققه من الاستثمار مقارنه بالمبلغ اللي دفعته. الار او اي هي اختصار ريتيرن اون انفستمنت او العائد على الاستثمار، وده ليه حسبه بسيطه جدا. اول حاجه بنحسب صافي الربح. صافي الربح بيجي منين؟ بنحسب اجمالي الايراد السنوي. يعني لو مأجر العقار بتاعك مثلا ب 10000 جنيه في الشهر، ب 10000 جنيه في الشهر في 12 شهر، ف 120000 جنيه اجمالي الايراد السنوي. بنخصم منه اجمالي المصروفات السنويه، يعني مثلا لو العقار بتاعي عليه صيانه مثلا، فدفعت 20000 جنيه طول السنه صيانه، فهنا اول رقم لازم اوصل له هو صافي المبلغ بتاعي، وهو 120000 جنيه ناقص 20000 جنيه، يبقى صافي الربح بتاعي 100000 جنيه. وهنا هناخد صافي الربح ده هنقسمه على سعر العقار ونضربه في 100. خلينا ناخد مثال حي. لو انا شاري عقار ب 10 مليون جنيه ومأجره في الشهر ب 100000 جنيه، فهنا إجمالي الإيجار في السنة 100000 جنيه في 12 شهر، يعني 1,200,000 جنيه. ولكن أنا هنا مثلا بدفع صيانة سنوية، فأصبح إن العقار أبو 10 مليون جنيه بيدخل لي 1,200,000 جنيه وبيصرف 200,000 جنيه، يبقى بيديني صافي ربح 1,000,000 جنيه في السنة. عشان أحسب الار او اي بتاعي مظبوط هنقسم صافي الربح على سعر العقار اللي هي 1,000,000 جنيه على 10 مليون جنيه ونضرب الرقم ده في 100، وهنا هيطلع معايا اجمالي الار او اي 10% او 10% عائد على الاستثمار سنويا. وطبعا معدلات الار او اي بتختلف من مكان لمكان ومن عقار لعقار، ولكن احنا بنلعب في السيف زون من اول ما نعدي 6%. يعني نقدر نقول من 6% ل 8% الاستثمار بتاعنا كويس، اما من 8% ل 10% فالاستثمار بتاعنا جيد جدا، اما فوق ال 10% من 10% ل 12 او 15% فده استثمار ممتاز، وده صعب جدا تلاقيه غير في اماكن حيويه جدا، او لو انا شاري بسعر قليل جدا والمكان كان ليه مستقبل اكبر بكتير من النهارده. زي مثلا لو انا اشتريت عقار في التجمع باقل من قيمته وحصل ذروه في المكان ده واتأجر برقم اعلى بكتير من المتوقع، فهنا الار او اي ممكن يعدي ال 15% عادي جدا، وده المتوقع حدوثه في مكان زي الساحل الشمالي كمان العاصمه الاداريه الجديده. ودايما اللي بيشتري في الاول او بيستثمر في الاول بيكون ليه اعلى نسبه ار او اي. ليه اصلا مهم اعرف يعني ايه ار او اي؟ لان ده بيساعدك تحدد ازاي الاستثمار بتاعك هيكون مربح او لا، وطبعا كل ما كانت النسبه المتوقعه اعلى كل ما كان الاستثمار احسن. وبس كده اكون اختصرت لك يعني ايه ار او اي، وشرحت لك كمان ازاي تحسبه سواء ليك او للعميل بتاعك. ولو محتاج فايل يخليك تحسب الار او اي بطريقتي اسهل واسرع، اعمل لي كومنت واكتب ار او اي هيتبعت لك اوتوماتيك.